بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. سؤال حير الكثير من الناس عبر التاريخ، وحتى العلماء اختلفوا فيه: أيهما خلق أولا، العرش أم الماء؟ قصة بدء الخلق ليست مجرد معلومات تاريخية، بل هي أساس عقيدتنا. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو وحده المصدر الصادق لمعرفة بداية الخلق. في هذا الفيديو القصير سنعيش مع أول لحظات الخلق، ونعرف الترتيب الزمني لأول المخلوقات، العرش والماء، وماذا جاء بعدهما. تابعوا معي هذه الرحلة المثيرة. القصة تبدأ عندما جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بدء الخلق. ماذا كان جوابه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، اللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث العظيم يضع لنا الترتيب الزمني الصحيح. المرحلة الأولى: وجود الله وحده، الأول ليس قبله شيء. المرحلة الثانية: وجود العرش والماء. المرحلة الثالثة: كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. المرحلة الرابعة: خلق السماوات والأرض. لكن السؤال الذي اختلف فيه العلماء: أيهما أقدم، العرش أم الماء؟ الحديث قال: وكان عرشه على الماء، فهل يعني ذلك أن الماء كان موجودا أولا ثم خلق العرش عليه، أم أنهما خلقا معا؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن الماء هو أول المخلوقات، بدليل قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. قال الإمام ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا. مجاهد، قتادة بن جرير الطبري، ابن عباس، ابن مسعود. وروى ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن الله كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. هذا يعني أن الماء كان موجودا أولا، ثم خلق الله العرش وجعله على الماء. وهذا قوي جدا من حيث دلالة الآية. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يبين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. في المقابل، هناك من العلماء من رأى أن العرش هو أول المخلوقات، واستدلوا بأدلة أخرى. قال تعالى في سورة هود أيضا: وكان عرشه على الماء. قالوا الآية تدل على أن العرش موجود والماء موجود تحته، لكن لا تدل على أيهما أسبق. واستدلوا بأحاديث تدل على عظمة العرش وأنه أقدم. لكن المهم أن الفريقين اتفقوا على أن العرش والماء هما أول المخلوقات، واختلفوا في الأسبقية بينهما. وهناك فريق ثالث قال: هما معا أول المخلوقات، خلقهما الله في نفس الوقت. العرش العظيم وصفه الله في القرآن بأنه عظيم ومجيد وكريم، وهو أعظم المخلوقات حجما وأعلاها مكانة، وقد أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتكريما. يحمل العرش ملائكة عظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أحدهم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تخيلوا هذا
في جزء صغير من ملك واحد، فما بالكم بالعرش كله؟ وهؤلاء الملائكة لا يقتصر دورهم على الحمل فقط، بل يستغفرون للصالحين ويدعون لهم. قال تعالى: يستغفرون للذين آمنوا. والعرش سيظل الصالحين يوم القيامة، كما في حديث: السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد كتب الله فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وهي أعظم رسالة أمل للبشرية جمعاء. واهتز العرش فرحا وسرورا لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز لها عرش الرحمن. أما الماء فهو سر الحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء أصل كل كائن حي، والماء يحيي الأرض بعد موتها. قال تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها. كم من أرض ميتة أحياه الله بالماء. فالعرش رمز العظمة والملك، والماء رمز الحياة والرحمة، وكلاهما من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته. سبحان من بدأ الخلق بالعرش رمز العظمة، وبالماء رمز الحياة. بدأ بخلقهما قبل السماوات والأرض، وجعل فيهما آيات للمؤمنين ليتفكروا في قدرته وعظمته، وليزدادوا إيمانا ويقينا. ندرك أن الخلاف بين العلماء في أيهما أقدم، العرش أم الماء، هو خلاف في ترتيب أول المخلوقات، لكنهم متفقون على أن الله هو الأول الخالق، وأن العرش والماء من أول ما خلق. وفي الفيديو القادم إن شاء الله سنعيش مع قصة خلق القلم واللوح المحفوظ، وكيف كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلقه ويعبدونه حق عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل. كان معكم ماسي نيسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.